يا مساء الفل. النهارده معادنا مع سيشن جديده وهي عن الدوكر كومبوز. والدوكر كومبوز هنفهم ان هو تول وكونسبت مهم قوي ان احنا نبقى فاهمينه، علشان زي ما تقولوا كده احنا بنعمل ابجريد من حته ان انا برن سنجل كونتينر او اكتر من كذا كونتينر بس باستخدام جاست دوكر كوماندز. انا بعمل دوكر رن لكونتينر من ايمج معينه described في دوكر فايل احنا كتبناه، لازاي ان انا اقدر اديبلوي او ارن كذا كونتينرز. وده اليوز كيس الحقيقيه لاي ابلكيشن وقت البرودكشن، او حتى وانا في لوكال ديفلوبمنت عايز اجرب كذا حاجه شغاله مع بعض. طيب فخلونا نبتدي نتكلم عن ايه اللي احنا هنتعلمه النهارده. اول حاجه هو ليه كونتينر واحد مش كفايه. تاني حاجه ايه البروبلمز اللي دوكر كومبوز بيحلها، وايه البيلدينج بلوكس الاساسيه في اي دوكر كومبوز فايل، وازاي السيرفيسز بتكلم بعض، وايه فكره الفوليومز وازاي الفوليومز بتكيب الداتا بيرزيستنت، وازاي رن سمول مالتي كونتينر اب لوكالي، وده هيبقى في وقت الديمو. اول حاجه الواقع بيقول ايه، ان الريل ابلكيشنز نادرا اول ما تبقى كونتينر واحد، لان احنا بيبقى عندنا باك اند، عندنا فرونت اند، عندنا داتابيز، عندنا كاشنج، عندنا باك جراوند جوب، عندنا داشبورد. فمفيش ابلكيشن حقيقي بيبقى عباره عن كونتينر واحد. طب ايه البروبلم اللي ما قبل الدوكر كومبوز؟ من غير الدوكر كومبوز احنا لو عايز ارن كذا كونتينر هعمل دوكر ران كذا مره، ولو انا عايز اسبيسيفاي نتورك معينه لشويه كونتينرز ونتورك تانية لباقي الكونتينرز هتعملها مانيولي، وهتاتاتش الكونتينرز فيها برضو بكوماندز تانية. ولو في environment variables هتبصيها مانيولي في الدوكر ران كوماند بفلاجز ان انت عايز تزود ايه الانفايرمنت فاريبلز هنا، وهتعمل ماونتنج لفوليومز لو انت عايز تخلي فيه داتا بيرزيستنت في الكونتينر ده. ممكن يبقى داتا بيز مثلا، فاحنا داتا بيز عايزين داتا بيرزيستنت، فهتعملها برضو مانيولي. محتاج تفتكر دايما الستارت اب اوردر بتاعك. هو انا لو عايز ستارت كذا كونتينر، لو هما لازم ترتيب معين، محتاج تفتكر الترتيب ده وتبقى كاتبه في حته عشان ترن الدوكر كوماندز دول بالترتيب ده. وطبعا لو احنا بنشير ده مع التيم محتاج اشير كل الخطوات دي. فطبعا في مشكله، انا دلوقتي عندي كوماندز كتير قوي محتاج اكتبها، ممكن انسى خطوه من الخطوات دي. بصعب الموضوع على الناس اللي شغاله معايا، الدوكيومنتيشن حتى بقى مش كلير قوي، ممكن يحصل مشاكل لان الحاجه تبقى شغاله عندي مش شغاله عند حد تاني. فالدوكر كومبوز بيحل شويه الموضوع ده. ليه؟ الدوكر كومبوز بيخلينا نقدر نوصف السيرفيسز بتاعتنا في فايل واحد. انا في فايل واحد بقدر اقول ايه السيرفيسز اللي عندي اللي انا عايزهم يرنوا مع بعض، وبقدر اديفاين في الفايل ده ازاي هيكونكتوا مع بعض اللي هو حته النتورك، واقدر اديفاين الداتا اللي انا عايز اعملها بيرزيست، ان انا بديفاين الفوليوم وبماونت الفوليوم ازاي، واقدر استارت كل حاجه بكوماند واحد اللي هو دوكر كومبوز اب، وببقى بشاور على الفايل ده. فبالتالي كل الكلام ده بيقوم مره واحده على طول من غير ما ابقى محتاج كذا كوماند اعمل لهم رن. يبقى الدوكر كومبوز بالنسبه لنا هو زي بلو برنت كده، هو بديفاين فيه ايه الحاجات اللي موجوده عندي وازاي هيكلموا بعض، ايه البورتس اللي هتبقى اكسبوزد لكل كونتينر جوه السيرفيسز دي، ايه الانفايرمنت فاريبلز اللي محتاجها، وايه الاستورج اللي انا عايز اعملها بيرزيستنت. طيب ايه المين بيلدينج بلوكس في اي دوكر كومبوز فايل؟ عندنا السيرفيسز والبورتس، الانفايرمنت فاريبلز، والفوليومز والنتوركس، وديبندز اون دي علشان اقدر اديفاين الترتيب. زي ما قلنا ساعات بيبقى في حاجه محتاجه ترن قبل حاجه، او حاجه معتمده على حاجه. فلو مسكنا اول حاجه اللي هي السيرفيسز هي الكونتينرز بتاعت السيستم بتاعنا، اللي هي مثلا ابلكيشن، باك اند، داتابيز. السيرفيس دي بيبقى مكتوب جواها الديفينيشن، هي انا بستخدم اني ايمج، بيبيلد منين، البيلد كونتكست فين، ايه البورتس اللي هتبقى اكسبوزد على الماشين بتاعتي اللي بتارجت الكونتينر بورت، الانفايرمنت فاريبلز اللي هحطها جوه الكونتينر ده، لو هيبقى فيه داتا بيرزيستنس فانا ايه الفوليوم اللي هعمله ديفاين، ولو الكونتينر ده او السيرفيس دي هتديبند على سيرفيس تانية برضو بكتب ده في البلوك بتاع السيرفيس ده. والجزء بتاع البورتس هو فكره انا بربط او بكونكت الكونتينر سيرفيس بالماشين بتاعتي، ان انا بقول لما افتح عندي بورت 3000 انا عايز ده يراوت الترافيك على، او الترافيك ده اللي هيجي من البورت بتاعي اللي على اللوكال ماشين يروح على نفس البورت
اللي جوه الكونتينر الفلاني ده اللي هو جوه السيرفيس بلوك بتاعتها. الجزء الثالث هو الانفايرمنت فاريبلز، بتبقى محطوطه في سكشن اسمها انفايرمنت، وكي فاليو بيرز ببتدي اديفاين ايه الكي فاليوز اللي انا عايز احطها كانفايرمنت فاريبلز للسيرفيس دي. بتبقى ممكن مثلا داتابيز هوست، ممكن كريدنشلز، ممكن فيتشر فلاجز. جزء الفوليومز هو ده اللي بيساعد ان انا اقول ان الداتا انا عايزه تفضل موجوده حتى لو الكونتينر ده حصل له ريستارت، حتى لو الكونتينر ده اتعمل له ريستارت في اي وقت الداتا تفضل دايما هي persistence. فده ليه مهم؟ لان الكونتينرز هي حاجه temporary، الكونتينر ممكن يقع، ممكن اعمل له ريستارت. الداتا مش شرط تبقى زيها زي الكونتينر، انا عايز في ساعات داتا افضل اخليها موجوده زي الداتابيزز، فاحتاج ان انا استخدم فكره الفوليومز. وبرضه فيها نصين ليفت ورايت. الليفت ده اللي هو الفوليوم اللي انا بعمل لها ماونت، الفوليوم اللي انا باخدها من الماشين عندي عشان استخدمها كالستورج بتاعت الستورج اللي الكونتينر ده يحتاجها. الكونتينر ده مثلا عباره عن داتابيز، فهو الداتابيز دي بتسيف الداتا بتاعتها في الباث اللي هو var lib postgresql data. انا عايز اماونت ده، عايز اماونت الباث ده عندي في فوليوم اسمها postgres_data. فpostgres_data ده هيبقى عندنا على الماشين بتاعتي، بس هيبقى شايل جواه الداتا اللي postgres بيخزنها عنده عشان اخلي الداتا عندي persistence. من غير السكشن ده الداتابيز دي في اخر كونتينر بيرن MySQL سيرفر او postgres سيرفر، فلو اتشال او عملوا ريستارت الداتا بالنسبه لي هي تمب، هي نفس حاله الكونتينر. الكونتينر لو عملوا ريستارت الداتا نفسها هتروح، بس الفوليوم بيخليها persistence. حته النتوركس هي اللي بقدر بيها اديفاين ايه السيرفيسز اللي اللي تقدر تشوف بعض. باي ديفولت كده دوكر كومبوز بيعمل انترنال نتورك للبروجكت بحيث ان السيرفيسز كلها تلاقي بعض بشكل انترنالي من غير ما نحتاج ان احنا نكسبوز كل حاجه للماشين بتاعتي. بس انا لو عايز اديفاين نتوركس معينه للباك اند مع الداتابيز، هم دول بس اللي يبقوا شايفين بعض، انما الفرونت اند يبقى شايف الباك اند ما يشوفش الداتابيز، دي بتتعمل بالسكشن ده بتاع النتوركس. بقدر اتحكم في الحته بتاعت الايزوليشن دي. وطبعا جوه الدوكر كومبوز سيرفيسز بتستخدم اساميها، ما بيستخدموش كلمه لوكال، هم كلهم بيرنوا لوكال عندي على الماشين، بس مش بيستخدموا لوكال هوست، بيستخدموا اسم السيرفيس. فدي في الداتابيز شايفه رادس ان هو اسمه رادس، مش شايفاه ان هو لوكال هوست، والعكس برضه. depends on هي حته الايه الستارت اب اوردر، ان انا عايز اضمن ان الكونتينر ده هيبتدي قبل الكونتينر ده. مش معناها ان الكونتينر ده هيبقى ready to accept traffic، ان كل حاجه تبقى قايمه فيه تمام. معناه ان هو بدأ، بس ممكن يكون مش ready. حته ان هو استناه لحد ما يبقى ready دي حاجه تانية لسه مش هنتكلم عليها النهارده، ولكن اتليست انا بقول له خليه ستارت بعد ما اللي هو بيعتمد عليه ده يكون started. زي مثلا الابليكيشن يكون بيعتمد على الداتابيس. فاحنا دلوقتي هنبص على الديمو اللي احنا عاملينه، هو عباره عن فرونت اند وباك اند وداتابيز سيمبل تو دو ليست ابلكيشن، ونتفرج على الدوكر كومبوز ونبتدي نتكلم عليه ونرن الكونتينرز دي يوزنج الدوكر كومبوز كوماند، ونبتدي نشوف الحاجات المهمه اللي فيه. يلا بينا. طيب احنا هنا في فيجوال ستوديو كود. الديمو عباره عن ايه؟ عملت فرونت اند ابلكيشن كده بسيط عباره عن تو دو ليست ابلكيشن، اوكي، وبيكلم الباك اند اللي احنا عاملينه، عباره عن فاست اي بي اي ابلكيشن عادي جدا، في شويه الاي بي ايز، وطبعا هو اللي مسؤول انه بيكريت التيبل في الداتابيز، هو التيبل اللي علاقه بالتودوز بس مش اكتر من كده، وكراد اوبريشنز جت وكرييت وابديت وديليت. فده سيمبل ديمو بسيط خالص، فاست اي بي اي ورياكت ابلكيشنز فرونت اند وباك اند، والداتابيز described as a service في الدوكر كومبوز فايل. فتعالوا نتكلم على الدوكر كومبوز فايل بالتفصيل. دلوقتي زي ما قلنا انت عم بتديفاين في السيرفيسز. ايه السيرفيسز اللي عندك؟ هم 3 سيرفيسز. عندنا بوستجريس ودي الداتابيز، عندنا الباك اند، وعندنا الفرونت اند. لكل سيرفيس قلنا بنديفاين الايمج اللي السيرفيس دي هتقوم منها. فالايمج بتاعت البوستجريس سيرفيس هي بوستجريس فيرجن 16، هيروح يبول الايمج دي من دوكر هاب، ويبقى انا عندي دلوقتي قادر اران بوستجريس كونتينر. الانفايرمنت فاريبل اللي بيحتاجها بيحتاج الداتابيز يوزر نيم والباسورد والداتابيز نيم، فدول انا مبصيهم كانفايرمنت فاريبلز.
سكشن الفوليومز بقول له فيه ايه؟ بقول له ان ده الفوليوم بتاعنا، ده المانجد فوليوم باي دوكر، انا عايز اعمل له ماونت على الفولدر ده. معناها ايه؟ ده الفولدر اللي بوستجريس بيسيف فيه الداتا جوه الكونتينر، فانا كاني عامل تربيطه كده او ايه او وصله، خلينا نقولها بشكل بسيط خالص، انه اي داتا هتتسيف هنا في الفولدر ده اللي بوستجريس متعود يعمل سيف فيه للداتا جوه الكونتينر، لا انا بالنسبه لي في ريفرنس كده على الفوليوم بتاعنا، فاي داتا بتتسيف هنا هي بتتسيف هنا. وده دوكر مانجد فوليوم، ده فوليوم دوكر بيعمله كرييشن بيزد على اللي انا كاتبه هنا. نلاقي في سكشن تحت خالص بعيدا عن السيرفيسز بقول له فيها الفوليومز اللي انا عايزك كدوكر تعمل لها مانج هنا في الدوكر كومبوز فايل ده. الفوليوم دي هتبقى اسمها بوستجريس داتا، فهو لما بيجي يقوم السيرفيس دي بيبص هل الفوليوم دي انا كدوكر كريتها ولا لسه. لو ما كريتهاش بيكريتها ويبتدي يعمل لها ماونت في المكان ده، يبتدي يعمل لها ماونت في المكان ده اللي هو يعمل لها، هي دي اللي هتبقى الريفرنس بالنسبه لنا في الباس ده، بحيث ان لما الكونتينر اعمل له ريستارت بقى، اعمل دوكر كومبوز داون، يعني اقفل كل السيرفيسز دي، الداتا اللي ستورد هنا هي موجوده عندي بيرزيستنت ثابته، موجوده بغض النظر عن حاله الكونتينر في فوليوم اسمه بوستجريس اندرسكور داتا. وهنا بقول له ان النتورك اللي هيرن فيها السيرفيس دي هي الديفولت نتورك، انا مش عايز اعمل كاستم نتورك، هي نفس النتورك اللي كلهم هيستخدموها، فانا بس بقول له اسمها ايه مش اكتر من كده. دي اول سيرفيس. الباك اند سيرفيس الفرق بس ان الباك اند سيرفيس هو مفيش ايمج جاهزه ليه، لا انا بقول له البيلد كونتكست بتاعك، يعني الكونتينر ده او السيرفيس دي هتقوم بمعلومات انهي ايمج، الايمج اللي جوه الباك اند فولدر. طب فين؟ ما هو الباك اند فولدر احنا عندنا فيه دوكر فايل، الدوكر فايل بتاع الباك اند سيرفيس هي اللي فيه بقول له ان دي بايثون، هات لي البايثون ايمج، هنعمل ورك دايركتوري، عندي 2 environment variables related بالايمج دي، وبكوبي الباكجز فايل وبعمل لها انستول، بعد كده بكوبي بقى البروجكت وبرن الكوماند اللي بيرن وقت الكونتينر ستارت اب، اللي هو ان انا عايز ارن الابليكيشن ده على الهوست وعلى البورت الفلاني. يبقى انا هنا عملت ديسكرايب بالنسبه لي الباك اند سيرفيس ككونتينر في الدوكر فايل ده، وفي الدوكر كومبوز بقول له ان انا السيرفيس دي لما اجي اقومها هتستخدم المعلومه اللي هنا، فانت هتقوم الايمج بالدوكر فايل اللي جوه الباك اند فولدر، بعد كده هتعمل لها ستارت، وادي البورت مابينج، يعني الكونتينر هيقوم على بورت 8000، وانا عايز ان انا لما افتح 8000 على اللوكال ماشين عندي يودي الترافيك على بورت 8000 بتاع الكونتينر، فانا لو فتحت لوكال هوست 8000 كاني عملت رن او كاني ابتديت اكلم الباك اند سيرفيس. والانفايرمنت فاريبل اللي بيحتاجها حاطط له داتابيز يو ار ال. ولا هناخد بالنا من حاجه هنا ان ده بيبقى الهوست، فانا هنا ما كتبتش لوكال هوست، انا هنا كتبت بوستجريس اللي هو اسم السيرفيس، وزي ما قلنا ان في الدوكر كومبوز السيرفيسز بتلاقي بعض بالسيرفيس نيم، فده اليوزر نيم، ده الباسورد، وده الهوست، وده اسم الداتابيز. فالهوست انا مش كاتبه لوكال هوست، لو كتبت لوكال هوست مش هيشتغل، مش هيفهموا ايه لوكال هوست دي. بس بوستجريس هو عشان في نفس النتورك فبيقدر يلاقيه، هيفهم انه بوستجريس اللي انت كاتبها لي هنا دي بتريزولف للسيرفيس دي، بتريزولف للكونتينر ده، فاقدر الاقيها، فاقدر افهم هو ده فين. طبعا بيديبند اون البوستجريس سيرفيس عشان انا عايز الباك اند يقوم بعد داتابيز ما تبقى ستارتد، مش شرط تكون ريدي بس تبقى ستارتد، والنتورك هي الديفولت. نتكلم على الفرونت اند نفس الفكره بالظبط، البيلد كونتكست بتاعك هيبقى الدوكر فايل اللي في الفرونت اند فولدر، برضو دوكر فايل تاني، المره دي بستخدم نود عشان ده رياكت فرونت اند ابلكيشن، بعمل ورك دايركتوري، بكوبي الديبندنسيز، بعمل انستول، بكوبي باقي الفايلز، بحط arguments ليها علاقه بالباك اند يو ار ال، وبعمل run build، وبعد كده بستخدم engine x عشان اسيرف من البيلد فولدر ده على بورت 80. طيب فده الدوكر فايل او ده البيلد كونتكست بتاع الفرونت اند سيرفيس، وفي arguments ليها علاقه بالبيلد، يعني وقت البيلد باصي ده كبيلد argument، فده مش environment variable، ده وهو لسه بيبيلد الايمج هناخد معانا الباك اند يو ار ال ده. وادي البورت مابينج، انا بقول له هنا برضو انا عايز الكونتينر جوه بيرن على 80، انا عارف عشان هو انجن اكس، انا عايز انا لما افتح له كروس 80 80 يفتح الفرونت اند سيرفيس،
وعايزه تديبند على الباك اند وفي نفس الايه النتورك. وده الفوليومز ديفينيشن، ودي اللي هي بتبقى مانجد باي دوكر. وهنا انا بقول له النتورك ديفولت بتاعي انا شغال بالدرايفر بريدج، ده الديفولت. يعني الديفولت ده لو وقفنا كده عليه، ده نوع النتورك درايفر اللي الدوكر كومبوز انا بيستخدمه، ده النوع الديفولت اللي هو البريدج. وفي الاخر احنا قلنا ان الدوكر كومبوز باي ديفولت بيعمل نتورك انترنال، كل سيرفيسز بتبقى ديسكفربل فيها، الا لو انت عملت سبيسيفاي لحاجه ديفرنت. انت ممكن تعمل نتورك تسميها حاجه تانية وتديفاينها تحت، طبعا زي الفوليومز كده، تديفاين النتورك الاول تحت وبعد كده تستخدمها لو انت عايز مثلا الباك اند والداتابيس في حته والفرونت اند في حته، حسب الستاك وحسب اللي انت عايز توصل له ايه. فده الشكل بتاع الدوكر كومبوز فايل. وزي ما قلنا الميزه ان انا اقدر ارن كل ده بكوماند واحد، docker compose up. فانا اقدر دلوقتي الاقي ان الكونتينرز عندي التلاتة قايمين، بوستجريس باك اند وفرونت اند. نيجي نفتح كده هنا، ادي لوكال هوست 8080 فاتح الفرونت اند، وادي عندي تو دوز اب. جيت اكتب مثلا go for a walk مثلا do homework، فان انا عملت اتنين. اوكي طيب لو انا جربت اوقع الكونتينرز، عملت ستوب وعملت دوكر كومبوز بي اس، يا ترى ايه البروسيسز اللي راننج بالدوكر كومبوز؟ مفيش، لان انا وقعت كل سيرفيسز، فده مش هيفتح. هل كده الداتا راحت؟ لا، لان انا داش دي ده ديتاش مود عشان ما يبقاش التيرمينال لوجد على الرننج لوجز بتاعت الدوكر كومبوز. فانا لو عايز ابص على اللي بيحصل اقدر ابص بسهوله. انا هنا عندي 3 سيرفيسز قايمين، باك اند فرونت اند وبوستجريس، وكل واحده مكتوب البورت بتاعها ايه وايه الكوماند اللي هي رنت بيه وكرييتد امتى وستارتد بقالها قد ايه. لو فتحنا هنا نلاقي ان التودوز بتاعتي موجوده، فده معناه ان الفوليوم بيرزيستنت، الداتا بتاعتي بيرزيستنت. وانا بوقع الدوكر سيرفيسز دي using docker compose بأني command docker compose down، بيريموف كل الكونتينرز دي وارجعها تاني docker compose up في الديتاتش مود او up من غير الديتاتش مود عادي. واقدر اشوف كمان اللوجز، docker compose logs بيجيب لي اللوجز بتاعت كل سيرفيس هنا. الباك اند اخر حاجه ان هو starting، الفرونت اند دي اللوجز بتاعت الانجن اكس سيرفر ان هو started worker process، هو مستني يجيله ترافيك. البوستجريس ان الداتابيز سيستم كانت قفلت، وهنا بعدها ان هي ready to accept connections عشان احنا قفلنا وفتحنا. فاحنا التلاتة من كوماندز اللي جربناهم docker compose up وداون ولوجز او بي اس اللي هو بيجيب لي البروسيس docker compose بي اس، البروسيسز اللي قايمه دلوقتي وكريتد امتى وستارتد بقالها قد ايه. فاحنا هنا جربنا ازاي ان انا اقدر اعمل docker compose فايل بديسكرايب فيه السيرفيسز بتاعتي، وفهمنا السيرفيس بيلدينج بلوك شغال ازاي، ان في الايمج او البيلد كونتكست، عندي environment variables، عندي البورتس مابينج، عندي الفوليومز والنتورك ديفينيشنز. والفوليومز دي هي docker managed volumes، وانا هنا بس بعمل لها ماونت في الدايركتوري اللي فعلا بيستخدم من جوه الكونتينر، عشان اخلي الداتا اللي بتتسيف هنا تبقى persistent في الفوليوم هنا لحد ما تقدر انت تمسح الفوليوم. لما مسحت الفوليوم نفسها الداتا كده كده هتروح، انما طول ما انت الكونتينرز هي اللي بتقفل وبتفتح وبتتمسح وبتقوم تاني، الفوليوم كده كده موجود. هو الابلكيشن فانكشنال، هنا مثلا انا عملت دي updated. لو جينا نفتح هنا اللوجز هنلاقي اهو اخر حاجه في الباك اند حصل باتش للتودوز الاي دي بتاعها رقم 3 ورجعت successful response. فتقدر تقوم يعني environment كامله لبرودكشن ابلكيشن عندك بس في اللوكال ديفلوبمنت using docker compose. المرحله اللي جايه بقى تعالوا نرجع للسلايدز ونكمل. المرحله اللي جايه ايه بقى؟ هل الدوكر كومبوز ده اخر حاجه؟ لا، هو مش بيستخدم قوي في اللارج سكيل برودكشن سيستمز، بس كويس قوي قوي لو انا بعمل لوكال ديفلوبمنت، لو احنا شغالين على بروجكت كبير لوكالي وعايزين فايل واحد بيقوم لنا الانفايرمنت كلها لوكال، واقدر اعمل لها رن واقدر اتست اللي بيحصل ايه لوكال ديفلوبمنت، او بقومها از ديمو. عايز اتست سيرفيس وسيرفيس بيتكلموا بعض في السيستم بتاعي،
عايز افهم السيرفيسز بيشتغلوا مع بعض ازاي قبل ما اروح على الريل كلاود انفايرمنت. مثلا ان انا ابتدي اقوم اي سي 2 انستنسز على اي دبليو اس او على جي سي بي او على ايجر. فاحنا المرحله اللي جايه بعد ما احنا دلوقتي اتكلمنا عن دوكر كومبوز، هناخد الموضوع ده للليفل بتاع الكلاود بروفايدرز زي اي دبليو اس، وده اللي هنركز عليه مين الفتره الجايه. نفهم السيرفيسز ونبتدي اللي احنا خدناه ده نبتدي نترجمه ازاي اقدر اشغله فعلا على سيرفر او في ام يعني، فيبقى دايما شغال، فاقدر اسيرف بيه فعلا ريل ترافيك، يوزرز حقيقيين يقدروا يستخدموا الابلكيشن بتاعي. وبس كده. فالكول تو اكشن اللي انا عايزكم تعملوه، جرب اعمل ده، جرب اعمل سمبل ابلكيشن وداتابيس سيت اب زي ما احنا عملنا، واكتب دوكر كومبوز فايل وابتدي اعمل رن للسيرفيسز دي بالكوماند اللي احنا جربناه اللي هو دوكر كومبوز اب او داون والبي اس واللوجز. وجرب بوظه وجرب اعمل ديباجنج وشوف وحاول تفهم ده بس بطريقه عملي كمان. احنا دلوقتي شفنا الفيديو مع بعض وخدنا الفلو مع بعض الثيوريتيكال والبراكتيكال بالدم، بس الكول تو اكشن بالنسبه لك انك تجرب تعمل ده كمان بايدك. كده احنا خلصنا ابيسود النهارده. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 7 بالليل زي ما احنا متعودين. يلا سلام.